ناس كتير من اللي بتحب تكوي الملابس بتاعتها في البيت ما بتاخدش بالها اثناء الكي، بالاخص في التيشيرتات اللي بيكون عليها برنت او بيكون عليها طباعه زي دي، وبيلاقوا الطباعه طبعت منهم في اماكن تانية في القميص او في التيشيرت بالشكل اللي انت شايفه ده، او اثناء كي ياتوا القمصان او الاسوره بيلاقوها اصفرت منهم او بقى لونها مدي على رمادي وفيها سنه لمعه بالشكل ده. عشان كده في الفيديو ده هقول لكم ازاي ما تقعوش في الاخطاء دي. يحصل معاكم مشكله زي دي او دي، هقول لكم ازاي تعرفوا تحلوها بطريقه سهله جدا. كل اللي عليكم تصلوا على النبي وتكملوا معايا الفيديو للاخر. طبعا افضل حل عشان ما نقعش في الاخطاء دي كلها هو استخدام الكفر بتاع المكوى في الكي، لان من اهم مميزات الكفر ده انه بيحمي الملابس بتاعتنا من اللسعات واللمعان او ظهور اتساخ، سواء كان على الملابس او على كف المكوى ذات نفسها. الجراب مستورد ومصنوع من خامه التفلون الحراري زي ما انتم شايفينه، بيبقى طري بالشكل ده، وده بيقدر يستحمل اعلى درجه حراره موجوده في المكوى. الجراب اصلي، ودي بتكون نفس النوعيه اللي انا بستخدمها على المكاوي في المغاسل اللي عندي. الجراب بتقدروا تثبتوه على المكوى بالشكل ده كده، وده بيبقى عن طريق شدادين بيجوا مع الجراب بتاع المكوى. سعر القطعه بتكون 150 جنيه، وسعر القطعتين 270 جنيه بدل 300 غير مصاريف الشحن. متاح شحن لاي مكان في مصر، والحمد لله متوفر منه كميه كبيره جدا للناس اللي حابه تشتغل فيه اونلاين، وسعر الجمله بيبدا من 10 قطع بس. طب تعالى اقول لكم بقى ازاي نطلع الصفاره او الاتساخ اللي بيظهر عندنا في الملابس بتاعتنا بعد كي الملابس. بنجيب كوبايه او اي حاجه صغيره فاضيه وبنحط فيها شويه كحول او شويه تونر، بنحط عليهم اي شويه برسيل جل او اي سائل بتاع غسيل الملابس احنا بنستخدمه عندنا في البيت. بنقلبهم في بعض كويس، وبعد كده بنفضيهم في اي بخاخه قديمه موجوده عندنا في البيت، وبنبدا نرش مكان الاتساخ اللي بيبقى موجود عندنا في اللياقات او الاسوره بتاعه القميص. وبنجيب اي فرشه ناعمه او اي فرشه اسنان قديمه، وبنبدا ندعك الاتساخ اللي بيبقى موجود في اللياقه او الاسوره بتاعه القميص. الاتساخ ده بيظهر غالبا بعد كوي الملابس بتاعتنا، وبالاخص بيبقى موجود في القمصان في منطقه اللياقه او منطقه الاسوره. بعد كده بقى بنجيب اي حاجه فاضيه وبنحط فيها شويه ميه عادي من الحنفيه، وبنبدا نشطف اللياقه بالشكل ده. وزي ما انتوا هتلاحظوا دلوقتي هتلاقوا الفرق ما بين الجزء اللي احنا غسلناه عملناه والجزء اللي لسه ما اتنضفش. الخلطه دي امنه تماما على اي ملابس، سواء كانت ملابس فاتحه او ملابس ملونه. كمان الخلطه دي تقدر تطلع اي اتساخ موجود في اللياقه ما عدا الاصفرار اللي بيبقى ناتج عن طريق العرق، ده ليه فيديو تاني وانا عملته قبل كده. اما بقى في حل لو بتكوي مثلا تيشيرتات وعليها بادجات بالشكل ده كده وانت بتكويها طبعت في اماكن تانية، فبرضه بنفس الخليط بنفس البخاخ برضه هتجيبه وهتبدا ترش عليه بالشكل ده كده، وهتجيب اي فرشه اسنان وهتبدا ان انت تدعك بفرشه الاسنان. وبعد ما تخلص برضه هتروح برضه جايب اي حاجه فيها شويه ميه، وهتبدا برضه ايه تشطفها بالشكل ده كده. وطبعا بنصحكم ان اي بقعه انتوا بتعالجوها لازم تشطفوها الاول بشويه ميه صغيرين، وتبداوا تبصوا عليها اذا كانت طلعت او لسه لها اثر قبل ما تحطها في الغسالة، عشان نتأكد ان البقعة ملهاش اي اثر، عشان ما نرجعش نعيد القصة دي كلها تاني. وكمان في بعض الاحيان بتبقى بعد غسيل الملابس والتجفيف بتاعها بتبدأ ان البقعة دي تثبت في الملابس اكتر، وبيكون صعب بعد كده انها تطلع. هنبدأ بقى ان احنا دلوقتي ان احنا ننشف القميص اهوت زي ما انتوا شايفين، والحمد لله اللسعات طلعت خالص وما بقاش ليها اي اثر. ما تنسوش بقى تعملوا شير للفيديو ده عشان يوصل لاكتر عدد من الناس تستفاد وناخد ثواب انا وانتوا.